خلاص نوصل بقى الى سافل يوسف. شوف يا سافل، انا حقيقي يعني كان نفسي اتعامل معاك باسلوب تاني، وممكن هقوله لك بكره هتعامل معاك باسلوب تاني، بس النهارده خد الدش ده مني. لازم تعرف ان العلماء لهم هيبه، ولازم هذه الهيبه تحترم، ولازم هذه الهيبه يظل جلالها في العيون. لا ايوه، احنا اللي ربنا قال لنا نقول للناس كيف تذهب الى الجنه وكيف تذهب الى النار. ايوه احنا يا سافل يوسف، ما اقدرش اقول لك باسم، لا انت سافل خلاص. انت لو تنظر لنفسك، شوف بقى، اقسم بجلال الله انا اوان قطعت لك شويه حاجات، بس هم رفضوا، اللي حواليا واسرتي رفضوا اتعامل معاك، وجبتك وانت موطي. لاني هقول جزء بس. ايه المشكله ان اجيبك وانت منحني وعورتك ورا؟ ايه المشكله انك تقول الفاظ سيئه او الفاظ عاديه واحملك مسؤوليتها؟ ايه لما تقول ان انا كنت مبسوط بيه؟ انا ده كنت كاتبه لك جمعه من شغلك انت. كنت مبسوط من ايه؟ انت كنت فين؟ تحت المكتب بتعمل ايه؟ مش هقول لك لاني مكسوف. فشغل البلطجه ده وشغل القذاره دي سهل قوي، سهل يا سافل. سهل. فانا بستسمح حضرتك، خد راحتك. لا مش عشان جت لنا، احنا ما بنتدخلش لما تكون قليل ادب مع غيرنا، هم حرين، احنا مش لسان غيرنا. لكن لما تيجي ناحيتنا لا. شيخ خالد راجل مؤدب، شيخ محمود شعبان كلموك بقال الله وقال الرسول، وسوى سليمان قال معاك قال الله وقال الرسول. انا لا، انا بقول لك ان بعمل معاك ده بقال الله وقال الرسول، انك انت لازم تلم نفسك. وشوف انا طب كلم الحاجه الكبيره، كلم الحاجه الكبيره مش موافقاك، وكلمت حد من اصهارك وقالت لهم باسم مزودها حبتين. طب اسال بنتك مي، طب اسال زوجتك في حوار من حوالي اسبوع تقريبا في مكان عام، وواحده يعني قالت لها كلام تقيل قوي. الناس اللي حواليك مش بيحبوك. انت فاهم يا باسم شكلك عامل زي ايه؟ انت شكلك امرض. يعني في تحريم يا باسم نحن نبص عليك. يعني انت في الاسلام لازم تغطي وشك، تلبس نقاب. اقسم بالله على ذلك في شرع ربنا انت تلبس نقاب، لانك واد حليوه. مفيش فرق بينك وبين يعني طب حط نفسك جنب ليلى علوي، حط صورتك. بالله عليكم استسمحكم يا مخرج، استحلف بالله تحط وش باسم وتحط وش ليلى علوي جنبيه، او الهام شاهين، او اي واحده من الممثلات. شوفوا مين الاحلى. فانت يا باسم انت ما يصحش، فعيب. شوف انا مش شيخ، انا مش شيخ، والناس كلها عارفه. ولو رجعت لتسجيلاتي انا مش شيخ، انا كاتب صحفي، انا اعلامي الان. انا اللي اقدر اتكلم معاك. هم خلوهم الشيوخ لابسين العمائم بتاعتهم محترمين، انا لسانهم. شيخ خالد عبد الله اسكت عنه، انا بقى اللي افضلك. وخليني انا وانت نشتغل على الساحه، خلينا نشتغل انا وانت. شوف كل اللي انت مش متخيله هعمله معاك، كل شوف ما تتخلي قله ادب وساخه من بتاعتك. انا اجيد الاحتراف ده اقسم بالله. انا طلعت لك، بس هم حتى ما رضوش الورق اللي انا طلعته، ما رضوش يديهولي في الحلقه. طلعت لك عبارات اقدر اخليك مره ونجس وكل حاجه. شوف وضحك عليك خلق ربنا، شوف اخليك مسخره اكتر ما انت مسخره. فانا بقول لك لا، ده انذار. شوف ده انذار، واشتغل عليا واشتغل عليك، ونشوف اللي يتعب يتسلخ وشه، اللي يتعب يتسلخ وشه. انا بقول لك انا مش شيخ، اسال عني، ادخل الانترنت. انا شوف ادوخك والله الذي افرج عليك، اخليك مسخره كل يوم. انت بتجيب معدين كل اسبوع، لا انا كل يوم. كل يوم امرمط بيك الارض 10 دقائق، امرمط بيك الارض 5 دقائق، امسح بيك البلاط 5 دقائق. ارجوك تكف. انت بتسجل الحلقه بتاعتك يوم الاربعاء اللي جاي وبتذاعها يوم الجمعه. اتعشم انك توصل الرساله ليك قبل ما تبدا الحلقه اللي جايه. اي عالم، اي شيخ، ايوه نعم، احنا اللي بنقول بكلام ربنا انك تدخل الجنه وتدخل النار ازاي. ايوه احنا اللي بنقول، لان احنا ما بنقولش من عندنا، احنا بنقول من كتاب ربنا وسنه نبينا. وقال فيك واستسمحك. انا اللي قلته ده كله خد بالك، المسلم ليس بشتام ولا بالسباب ولا بلعان، بس افهم ان لا،
مش بسبب ابتداء، لكن لما يكون واحد قليل الادب لازم نتعامل معاه بنفس هذا التعامل. طيب انا فاكر يعني اذكر من ايات ربنا عز وجل ان السب يا اخواننا يا مسلمين حرام عليكم، اعرفوا دينكم كويس. طيب القرآن نفسه شتمهم، شتم امثال سافر يوسف، شتم هؤلاء واللي بعدهم واللي قبلهم واللي فوقه واللي تحته. طب اسمعوا، انا بس ايات كتبتها في القرآن كده عشان ما انساهاش. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. دي سب ولا مش سب؟ ده ربك اللي بيسب، ربك اللي بيشتم. طيب كمثل الحمار يحمل أسفارا، عنده علم، دكتور طبيب ناجح، لكن الطب اللي شايله على كتفه ده ينفعه؟ لا. كالحمار يحمل أسفارا. خد التانية، إنهم كالأنعام أو بل هم أضل. ربك اللي بيشتم ده، الشتيمة دي من عند الله عز وجل، السب ده من عند الله عز وجل. خد مني مثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. دي شتيمة. اسمع مني كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لرجل يوصي المسلمين على أمثالك، يوصيني على مثلك يا سافل يوسف، فأعضه بهن أبيه ولا تكنه. يعني أقول لك عورة أبوك بس أقول اللفظ ولا أكني. يعني الأمر النبوي ليا إن أقول عورة أبوك بدون ما أكني. شفت أنا مؤدب؟ مش قادر أقول أنفذ كلام النبي فيك، مش قادر. طب اسمع دي من أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق قال لواحد إيه؟ امصص بذر اللات. عارف البذر؟ أكيد عارفه، ما أنت طبيب، ها؟ عارفه؟ الحتة اللي فوق الإيه؟ العورة بتاعت المدام، ها؟ مش المدام بتاعتك أي مدام يعني، خلاص؟ فبيقول له امصص بذر اللات، العورة بتاعت اللات اللي بتعبده ابصر بذر اللات، خلاص؟ طب اسمع مني دي. أبو سفيان بيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حوار بيقول له وما أفعل بالمعزة، صنم بتاعنا كبير الآلهة بتاعنا وكبير الأصنام، أعمل في إيه يا نبي الله؟ أعمل في إيه؟ أنت بتدعوني إلى الله عز وجل ولا التوحيد؟ أسيب الصنم بتاعي؟ أسيب الاستوديو بتاع سينما مش عارف إيه؟ أسيب البرنامج بتاع البرنامج؟ أسيب الوجاهة دي؟ أسيب المكانة والتسجيل إيه؟ والمصفقات والمصفقين؟ أسيب ده؟ اسمع قال له إيه؟ قال عمر ما انتظرش بقى. أبو سفيان بيسأل النبي بيقول له أعمل إيه في اللات والعزة، في العزة، أنا آسف، في المعزة الوقت للكنيسة، أعمل إيه في العزة؟ ها خلاص قال له إيه؟ ما ردش النبي ورد عمر الخطاب قال له إيه؟ تخرأ عليه. يعني مثلا يا باسم، هل بالله عليك فيها مشكلة بالنسبة لي أنا لما أعمل كده؟ باسم يوسف وشغالين مع باسم، بس هو القناة بتاعت باسم ها فيها حاجة؟ أنا غلطت يا باسم؟ إذن هذا الفن فن رقيع، فن مش صعب. عشان تهزأ برئيس الجمهورية هذه وقاحة يا باسم، ده مش نكات، ده اعتداء واعتداء شرعي. إن شاء الله الحلقة غدا هدعوك دعوة أخرى، هدعوك باسم الله وادعوك باللي قال القرآن وادعوك باللي قال السنة. أتمنى عليك إنك تاخد كلام بكرة وتطبق كلام النهاردة.